أنا ومدينة مصر أخيراً النهاردة هنعرف مين ألذ عيلة في مصر. بعد منافسة حصلت بين 8 عائلات لذيذة، النهاردة وصل للنهائي عيلتين لذاذ وهما عيلة سويدان. اتفضلوا عيلة سويدان، حسام، مي، سيف، مايا، ومعانا ضيف عزيز عبد العزيز. العيلة التانية وهي عيلة خليل. أنا عاجبني الحماس جدا. اتفضلوا عيلة خليل، مجدي، سهام، أدهم، جنى، ومعانا ضيف عزيز عبد الله. النهارده يوم مختلف، يوم مليان حماس، يوم مليان لذاذة، وعيلتين ألذ من بعض. جاهزين للقب؟ جاهزين. احنا النهارده عملنا الألعاب مختلفة شوية. اللي هيكسب لقب ألذ عيلة في مصر، شركة مدينة مصر مقدمة له جايزة رحلة سفاري لكينيا. الموضوع يستاهل. طبعا. طيب قبل ما نبدا الالعاب ونبدا نحسب النقط، انا عندي مفاجاه ان احنا في نهايه كل لعبه مش هنقول النتيجه. بس قبل ما نبدا الالعاب احنا محتاجين نختار مين العيله اللي هتبدا تلعب. احنا بنعمل ده برضو بلعبه، بس المره دي اخترنا لكم لعبه مختلفه. اللعبه دي هيبقى اسمها سؤال بسؤال. كل عيله هتختار حد هيواجهني لمده دقيقه يرد على سؤالي بسؤال، لو رد باجابه بيخسر. هتختاروا مين؟ سيف. يلا سيف. اختار جنى. سيف، انت حاسس انك هتكسب النهارده؟ انت شايف ايه؟ انت بتسالني؟ انت شايف ايه؟ ايوه، السؤال ده هيفيد بحاجه؟ انت حاسس ان هو يفيد؟ يعني هي دي نوعيه الاسئله اللي هتسالها؟ كان بيسأل هناك على الاسئله دي اصلا. ده مش سؤال. كان بيسال هناك على الاسئله دي، ده مش سؤال. حاسه انكم هتكسبوا النهارده؟ انت مش حاسس ولا ايه؟ هو انت اللي تسالي؟ بسألك. بسالك ده اجابه مش سؤال. محتاجين نرجع للفار علشان يقول لنا مين اللي خد وقت اطول. سيف خد وقت اطول، وبالتالي عيله سويدان هي اللي هتبدا معانا. سويدان. لحظات من دلوقتي وهنبدا الالعاب عشان نجمع النقط علشان نوصل للقب ألذ عيلة في مصر. زي ما قلنا لكم النهارده العابنا مختلفه تماما، واول لعبه معانا النهارده اسمها القصه واللي فيها. انا هحكي قصه وانتوا هتبقوا اللي فيها. القصه اللي هحكيها فيها 5 شخصيات، وكل عيله فيها 5 شخصيات. زي ما احنا شايفين العيله واقفه بالترتيب. انا هبدا احكي القصه. كل ما تظهر في القصه شخصيه جديده، اللي عليه الدور يدخل ويمثل اللي انا بقوله بالظبط. اللي هينسى او هيتلخبط هيخسر نقطه. عيله سويدان جاهزين؟ جاهزين. انا هبدا القصه. كان يا مكان عم صبحي سواق الاتوبيس صاحي مزاجه وحش ومش طايق نفسه. ركب الاتوبيس بتاعه وراح قايل يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ومشي شويه. فجأة لقى ست حامل وابنها بيوقفوه. ركبوا الاتنين، والولد الصغير قعد يرخم على السواق ويدبدب برجليه في الأرض ويقول ويلعب له حواجبه. والسواق يقول له بس يا حبيبي، بس يا بابا. والولد قعد يرقص. الولد قعد يرقص جامد بقى ويلف حوالين السواق. أمه تقول له بس يا ولا، يا ولا، بس يا ولا. شوية كمان ولقى واحدة لابسة كعب بتوقف، وهي مش عارفة تمشي بسبب الكعب ده، وعمالة تتكعبل طول ما هي ماشية. طلعت البنت الأتوبيس وهي مش عارفة يعني مش عارفة تطلع من الكعب طبعا. ركبت البنت، والولد الصغير قعد هو وأمه وعم صبحي يبصوا لها ويضحكوا، وهاتك يا ضحك. فجأة واحد مجنون وقف قدام الأتوبيس. أول ما دخل قعد يتنطط ويعمل حركات غريبة جدا، ويحط إيديه حوالين دماغه كده ويلعب حواجبه للسواق. فجأة عم صبحي لقى الست الحامل بتصوت. الناس كلها
اتوترت، حاولوا كلهم يساعدوا الست والست تصوت، والواد بيجري بقى في الاتوبيس، الواد رايح جاي بقى عمال يجري في الاتوبيس، وعم صبحي السواق بدأ يتوتر، حاول يسوق بسرعه وياخد غرز بقى، بدأ ياخد غرز عشان يوصل للمستشفى بسرعه، خد غرزه يمين راحوا كل الركاب محذوفين يمين، بعدها راح واخد واحده شمال راحوا كلهم جايين شمال، مطب كمان بقى راحوا كلهم منطورين لفوق ونازلين لتحت، والركاب بقى كلهم اتنطروا لفوق، والست الحامل وقعت البيبي، ففرح كل الركاب وراحوا مسقفين لعم صبحي جامد قوي. دي كانت عيلة سويدان في القصة واللي فيها. هنروح نشوف عيلة خليل هيعملوا ايه في نفس اللعبة. ودلوقتي جه الدور على عيلة خليل علشان تلعب القصة واللي فيها. جاهزين؟ نبدأ القصة. كان يا مكان دكتور عادل مدير المستشفى ركن عربيته زي كل يوم قدام المستشفى، لسه هياخد بق من الشاي بلبن، فجأة لقى سايس مجنون قعد بقى يتشقلب قدام العربية ويعمل حركات غريبة، فدكتور عادل اتعصب جدا، راح مطلع 5 جنيه من جيبه ولسه هيديها له، راح السايس كمان متعصب قعد يجري بقى ويعمل حركات غريبة أكتر، وقال له ماليش فيها يا دكتورة، أنا عايز 20 جنيه. دكتور عادل قال له مش مديك حاجة ومشي وسابه. السايس اتعصب أكتر وقال له والله لا أوريك. أول ما دكتور عادل دخل المستشفى لقى الممرضة سماح اللي كانت لاعبة جمباز زمان واقفة بقى عمالة تحب في التليفون وتاكل لبان بطريقة غريبة جدا، تعمل بقى حركات جمباز كده وهي واقفة. الدكتور عادل اتعصب عليها قال لها خشي شوفي شغلك. كمل الدكتور عادل ماشي في المستشفى لقى راجل عجوز بيزك وبيقول له نفسي ارجع العب كمال اجسام تاني يا دكتور، شوف لي حل. دكتور عادل قال له روح اوضتي استناني وانا هجيلك. مشي ونفسه يشرب الشاي بلبن، لقى واحد عنده مرض الشمبانزي بيتنطط في كل حته وبيعمل زي القرود، راح الدكتور منادي على الممرضه سماح عشان تيجي تديله حقنه مهدئه. جت سماح واديت له الحقنه وخدته وراحت على الاوضه. دخل الدكتور الاوضه لقى بقى هرج ومرج، الراجل العجوز بيعمل عرض كمال اجسام، الشمبانزي عمال يجري ورا الناس، وفجاه راح داخل السايس عليهم ومعاه عصايه وقعد يكسر في المستشفى لحد ما الدكتور وقف في نص الاوضه وبأعلى صوت صرخ وقال بس. فجأة الراجل العجوز قعد على الأرض والشمبانزي باس دماغ سماح الممرضة، وكل الناس خافت وكشت وسكتت ومشوا من الأوضة، وقعد الدكتور أخيراً يشرب الشاي بلبن في هدوء. ودي كانت عيلة خليل في القصة واللي فيها. واحد اتنين تلاته شفنا عيلة سويدان وشفنا عيلة خليل في القصة واللي فيها، بس هل المسابقات خلصت؟ لا، لسه عندنا مشوار طويل، وزي ما اتفقنا النتائج والنقط مش هنقولها دلوقتي، هنقولها في نهاية اليوم. لسه مكملين رحلة البحث عن ألذ عيلة في مصر، والمنافسة شرسة جدا بين عيلة خليل وعيلة سويدان. تاني لعبة اسمها ترقص أرقص. اللعبة دي بتعتمد على حاجتين، الحاجة الأولانية الحفظ، الحاجة التانية الليونة. المفروض إن كل عيلة هتقف بالترتيب طابور، وأنا باجي عند آخر واحد في الطابور ده بخبط على كتفه بيلف لي، بعمل له رقصة. الرقصة دي المفروض إنه ينقلها للي قدامه زي ما شافها بالظبط لحد ما نشوف توصل لآخر حد إزاي. هستأذنكم وطبعاً تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص إن إحنا نبدأ بعيلة سويدان، فعيلة خليل هتنتظرنا بره. عيلة سويدان جاهزين؟ جاهزين. سويدان دان 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 سويدان دان دان سويدان دان دان. نقف بالترتيب.
تحية كبيرة لعيلة سويدان. سودان دان دان. احنا شفنا حسام عمل الرقصة ازاي، حابين تعرفوا هي الرقصة كانت بدايتها ازاي؟ طيب الرقصة كانت فين انا؟ فين دي؟ دي كانت عيلة سويدان في ترقص ارقص. تحية كبيرة لعيلة خليل. مش عايزين تعرفوا الرقصة كان أصلها إيه؟ ايه؟ الرقصة كان أصلها انا ما جاتليش كده. ولا انا جات لي كده، ولا انا جات لي كده، انا ما جاتليش ولا انا كده. جات لي كده. وانا ما تحية كبيرة لعيلة خليل، ونسمع الشعار برضو. ميجو ميجو. ودي كانت فقرتنا النهاردة، ترقص أرقص. اثبت الصورة تطلع حلوة. حسام هيبدأ دلوقتي، عيلة سويدان واقفة منتظرة، هنقول لهم اسم المكان، يخشوا ويثبتوا جوه البرواز، وحسام يخمن في 15 ثانية. جاهزين؟ جاهزين. أول مكان هو مستشفى. اللي بعده مي. جاهزين؟ صح. تاني مكان سيرك. عبد العزيز. يلا. جاهز؟ جاهز. تالت مكان حلاق. كوفير. كوافير. إجابة مظبوطة. جاهزين؟ جاهزين. حضانة. حضانة. إجابة مظبوطة. ما هي أنا ملاحظ شطارة ولذاذة قوي. ده اللي أنا ملاحظه الصراحة. يا رب. جاهزة؟ جاهزين؟ جاهزين. متحف بتاع الممثلين لما لا مش عارفة. انتهى الوقت. استوديو تصوير. استوديو تصوير. هو بتاع الممثلين صح؟ يعني بس هي ما قالتش بس انه استوديو تصوير. ده كان اداء عيله سويدان في اثبت الصوره تطلع حلوه. هنشوف عيله خليل هيعملوا ايه، بس تحيه كبيره جدا لعيله سويدان. سودان دان دان. سودان دان دان. اثبت الصوره تطلع حلوه زي ما شفنا عيله سويدان. جه الدور على عيله خليل. مجدي جاهز؟ جاهز يا فندم. العيله جاهزه؟ جاهزين. اول مكان هو مربع. صورة. البرواز. ده لمكان ايه؟ جامع. هرم. 15 ثانيه عدوا. المكان هو استوديو. استوديو تصوير. سهام. سهام جاهزه؟ جاهزة. العيله جاهزه؟ جاهزين. المكان اللي جاي هو ما حدش أرض. اتحرك. ما اتحرك. بدون أرض. حركه. دي صوره. 15 ثانيه عدوا. المكان هو حضانه اطفال.
عبد الله جاهز؟ ان شاء الله. المكان اللي جاي هو سشوار، صالون تجميل، مشط، الصالون ده بيبقى صالون ايه؟ حلاقه. كوافير. يا نهار ماشي. أبيض. طب ما هي هيجيبها كده. كنت هجيبها. جانا جاهزة؟ المكان اللي جاي هو من غير حركة. قتيل. عجلة. دفنة. المكان هو سيرك. هجيبها. لازم حد آخر فرصة آدم، الامل عليا طبعا. الأمل فيك. عايزين نهدى آخر مكان هو مستشفى. مستشفى. إجابة صحيحة. يا جماعة آدم، يا جماعة آدم، هو ده السر. 1 2 3 ده كان أداء عيلة خليل وعيلة سويدان في اثبت الصورة تطلع حلوة. اللحظات الأخيرة في رحلة البحث عن ألذ عيلة في مصر. وصلنا دلوقتي للحظة الحاسمة، لحظة إعلان النتيجة. زي ما قلنا العيلة اللي هتكسب هي هتاخد رحلة سفاري لكينيا مقدمة من شركة مدينة مصر. النهارده كان معانا 3 ألعاب. أول لعبة القصة وما فيها. عيلة سويدان عملوا مشهد وعلوا عليه، بس عيلة خليل قدرت إنها تركز وتمثل المشهد كأنهم محترفين. عشان كده في اللعبة الأولانية قدرت عيلة خليل إنها تتقدم بالنقط عن عيلة سويدان. في لعبة ترقص أرقص أداء الفرقتين كان زي بعض. الليونة كانت لذيذة بس التركيز ما كانش أقوى حاجة، فالنتيجة كانت تعادل للفرقتين. عادي. في لعبة اثبت الصورة تطلع حلوة عيلة سويدان قدرت إنها تعوض ورجعت تنافس بقوة علشان كان بينهم تفاهم كبير جداً، فاتقدمت عيلة سويدان في اللعبة دي. يبقى في أول لعبة عيلة خليل كسبت، تاني لعبة العيلتين اتعادلوا، تالت لعبة عيلة سويدان عوضت. بس يا ترى النقط الأكتر راحت لمين؟ ايه ده عادي. عيلة خليل قدرت إنها تجمع 53 نقطة. عيلة سويدان قدرت تجمع 64 نقطة. وبكده عيلة سويدان بتحصل على لقب ألذ عيلة في مصر. ألف مبروك. رحلة لكينيا لعيلة سويدان مقدمة من شركة مدينة مصر. احنا ما ننكرش ان احنا استمتعنا بعيلة خليل، عيلة لذيذة جدا، وعشان كده ما كانش ينفع ان اليوم ينتهي ونقول ان عيلة سويدان بس كسبت رحلة لكينيا. شركة مدينة مصر وانا معاهم بنقدم لعيلة خليل رحلة داخل مصر لمرسى علم. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك ليكوا كسبتوا. ألف مبروك ليكوا، ألف مبروك ليكوا الرحلة. ألف مبروك لينا إن إحنا كسبنا عيلتين لزاز. استمتعت خلال رحلة البحث عن ألذ عيلة في مصر ب8 عائلات لزاز على رأسهم عيلة سويدان وعيلة خليل. شكراً. ألذ عيلة في مصر.